بونجور عليكم حبيباتي غالياتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد عند أم الأولاد، قناتي روتينات أم الأولاد. كما فهمتكم القناة الأولى تاعي ما حبش يقبلها لي اليوتيوب بسبب قناة مرتبطة وما فهمتش، افتحت هذه قناة واحدة أخرى. نتمنى نلقى الدعم منكم، نتمنى تعجبكم قناتي. بديتها بروتين صباحي، درت لا ماشين تاعي، درت فيها نحيت الغسله الاولى، نشرتهم ودرت لا كوفرتور هذه، نضرب لها مسحه من فوق. هنا حاطه زواوش من فوقها، خسروا لي كاع الحاله. قولوا لي اللي عندهم زواوش كيفاش يتعاملوا مع هذاك الفتات اللي يطلقوه تاع الماكله. حكيت لكم على لا ماشين تاعي ال جي هذه الفوق اوتوماتيك، راكم تسمعوا وليدي ديما يعيط. لا ماشين تاعي فوق اوتوماتيك، اون ماشين هايله حقيقه، اون ماشين هايله. ومن بعد رحت نصبت قضايا، درت لهم لوبيا زوج، كانت شهة لوبيا فصاص ولا لوبيا هذيك الحمراء ولا البيضاء، انا نقولها لوبيا فصاص. عندي واحد الطرف تاع اللحم هكذاك شغل، ما طرف كبير ما والو. درت شويه زبده وشويه سمن وزيت، قطعت زوج ريسان تاع بصله كبار كيما راكم تشوفوا، نقطعوهم دي لاميل. وانا لي زيبيس ما نديرش، ما نكثرش لي زيبيس، ما نديرش كاع، نتفادى نستعمل لي زيبيس كيما شفتوا. كي يكون ما كاش اللحم نديروها لوبيا بصل وطوماطيش كيما الشكشوكه وتجي شويه مايها. درت راس تحار كيما على بالكم، راني مع التحضيرات تاع الرحله يسمى كل حاجه راني مخملتها في لي بواط. راني نسيي قد ما نقدر ندير حاجات بسيطين ما فيهمش لي زيبيس وما فيهمش الماعن بزاف وما فيهمش التعب، باش نتهنى منهم ونروح نقضي كش حاجه واحده اخرى. كيما راكم تشوفوا اللوبيا غليتها في الماء على زوج مرات، سيحت هذاك الماء وعاود غليته باش تروح لها الكحوليه. بكري كنت ما نعرفش تجيني بالكحوليه، تجيني لاصوص تاعها كحله، اما انا دوك وليت نغليها تروح لها شويه هذيك لا كولور، ونديرها في لا كوكوط. ما نكثروا لهاش الماء، هذه لوبيا بصل وطوماطيش ما يكثروا لهاش الماء. الملح اكيد نبنوا في الملح، اللوبيا صامطه. بعد جيت للبوتاجي للطابله تاعي بعد ما شربوا قهوه ذراري، رفت وشرفت. وليدي مازال يشرب لحظه ونفرغها له في هذا الباطه. قولوا لي نتوما وقت بديتوا لولادكم حليب تاع شكاير، ولادكم صغار وقت بديتوا لهم حليب تاع شكاير. المهم هنايا اللوبيا لازم لها كسره، لازم لها مطلوع. انا ما نحبش اللوبيا بالخبز اصلا، ما نحبش كاع الخبز. درت كسيره، درت زوج كيلات تاع السميد، هنا شويه حرش هذاك السميد تاعي. درت ملعقه كبيره تاع لا ليفيور تاع الخبز، خميره الخبز، الملح والسكر وخلطتهم. كي تنفخي الكسره تاعك قبل الوقت وتروحي ديري شغلك احسن. شتو بكري نسا الكبار كانوا الكسره تاعهم يشمخوها مع يشربوا قهيبتهم، يشمخوا الكسره تاعهم 9 ونص يبداو يدلكوها ويطيبوها على البكري ويغطوا كسرتهم. احنا دوك ولينا عصر السرعه، اجري اجري اجري. عندي البيتخا بصح كيما قلت لكم راني مغلفه كل جدوذاني، درت لهم خميره باليد، خميره ولا كسره ولا احنا نقولوا له خمير. خلطتها برك وحطيتها تتنفخ. هذه الطريقه المليحه، قاع تخلطي المطلوع تاعك وتخليه يتنفخ، دير الخميره المفعول تاعها. المهم قولوا لي كيفاش توجدوا التحضيرات تاع الرحله. انا راني في حاله مانيش لاقيه روحي، رحت شفت الدار تاعي جديده لكن جاتني بعيده بزاف على مكان العمل تاعي. الشكل كبير، ما رانيش راح نروح ليها وراح نكري في مكان اخر. للاسف التحويل تاع العمل تاعي ما صلحش، وخفت يبعثوني لبلاصه بعيده. كي يبعثوني بلاصه بعيده ما عنديش كيفاش نقسم ولادي ونديرهم، بما ان الزوج ثاني كيخدم بعيد ويخرج بكري ويرجع في الظلمه. اضطريت اني ما نروحش لهذيك الدار تاعي اللي درت لكم فيديو عليها، وفرحت فرحت فرحت. الحمد لله عطاونا دار اخيرا، ولات واحد عنده دار
باسمه. وريت لكم التفاصيل تاعها، تفاصيل بسيطة لكني فرحتني بزاف وعجبتني. ولادي عجبتهم وقعدوا يتخيلوا. الحمد لله دار باسمنا، شغل الابارتمون برك ماشي حاجة كبيرة، لكن هذا هو الطلب تاع اي واحد جزائري يكون عنده منزل باسمه. واش راح نطلبوا اكثر؟ ربي ما رزقناش اننا تكون عندنا منزل في الارض ولا نبني، وبصح مازال عندي هذا الحلم اني تكون عندي ارض ونبني فيها دار، دي شومبر قيس دراري وحوش كبير. نتمنى تكون عندي ايتاج للذراري. انا ما نحيا ولا نموتوا، لكن مرة أخرى أولادي ما يسكنوش معايا وما نسكنش معاهم، لكن راح تعود عندهم غرفهم الخاصة. إلى جاو وباتوا فيها معليش. كيما صباح وليدي يحكي لي قال لي ماما، قلت له انا راني ما نجيش عندك كي تكبر وتتزوج، الا حبيت انت تجي. قلت له ما نجي، ما نزعجك، ما نقلقك، ما والو. قال لي نقول لها لمرتي، نقول لها انا حين نعرضوا ماما اليوم. قلت له كان ما تقبلش، كان تقول لك ما تعرضهاش. قال لي نخرج برا ونعرضك. قلت شحال صعيبه هذه المواقف. ان شاء الله ما يتحطش فيها وليدي، ان شاء الله ما نضطرش اني نروح ليه، نكون بخير ويجوني ولادي ويروحوا ان شاء الله، ما نكلفهم، ما يكلفوني، ما نكون عبء عليهم. الله المستعان. شحال صعيبه هذه المواقف. ربي يقدرنا ويقدر وليداتنا ويحفظهم بارك، يكونوا بخير ان شاء الله. شت الافكار تاع الاطفال في هذا في واحد المرحله. واحد المره قلت له وليدي الى مت وخليت لك خاوتك تتهلا فيهم. قال لي ايه. قال لي بصح ما نقدرش نسكنهم معايا، نكري لهم. قال لي ماما كل واحد الخصوصيه تاعو. يسمى شتو دوك واحد يحلم يكون عنده منزل كبير ويجوه فيه ولادو، لكن الاولاد في حد ذاتهم رافضين انهم يسكنوا مع ماليهم ويسكنوا مع خاوتهم. شتو الوقت اللي لحقنا ليه. المهم غاضني الحال شويه من وليدي كي قال لي نكري لهم، خاطر لازم نستحفظ على الخصوصيه تاعي. قال لي ماشي مليح انا نكون متزوج وعندي مرتي ولادي خاوتي يجوا عندي ويدخلوا ويشوفوها، راح يخسروا لي الخصوصيه تاعي. يسمى من درك نفهم باللي الوقت اللي رانا لاحقين ليه راه ماشي كيما وقتنا وماشي كيما وقت فات. لي جون هذوك مش راح يصبروا على والديهم. الله المستعان. ربي يفرحهم برك وينجحهم. بالمناسبة نحيوا كامل الأمهات اللي جاهدوا في سبيل ولادهم وقراوهم، خاطر الباك والبي ام تاع هذه السنوات ماشي غير التلميذ وحده. الام هي اللي تجاهد من يبدا وليدها يقرا ولا بنتها، وهي تتبع فيه به تلحق المرحله انه وليدها يفرحها ويجيب نتائج. كاين اللي بالغوا في الاحتفال لكن عندهم الحق. قال لك بالغنا في الاحتفال لأنه ولا واحد تعب معنا. فرحنا مع وليداتنا لأننا حنا اللي تعبنا معاهم. ربي يفرح كل واحد، ربي ينجح كل واحد. ادعوا لي ندخل داري بصحة وعافية إن شاء الله. نحتاج دعائكم خواتاتي، نحتاج دعائكم في ظهر الغيب، لأنكم ما تعرفوني ما نعرفكم. هذه هي الغرفة تاع الأولاد في الدار اللي عطاوها لنا، لكن دوماج ما راش راح نسكنوا فيها. نتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر. انتظر دعائكم.